السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. العزيز عبد العزيز البكر، شكرا للكباتن الاعزاء في الاستديو وايضا للزملاء الموجودين خلف الكواليس. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وطابت اوقاتكم بكل خير مع الجوله الرابعه في دوري روشن السعودي من هنا في مدينه الرياض على ملعب الامير فيصل بن فهد، حيث واحده من المباريات المنتظره في هذه الجوله ان لم تكن قمه هذه الجولة، بين مليء بالنجوم والإثارة والدراما القاق وتغطية وتدخل نحو الحارس ياسين بونو. سالم داخل منطقة الجزاء بكرة، لكن الدفاع يتدخل وفي الأخير الإبعاد بالدفاع. الاتفاق مع بداية قوية لاتفاق فيتينو التسديدة، لكن الكرة صدمت بعد ذلك في يد الحارس ياسين بونو. أخرى بالقدم اليمنى، نيفيز العرضية حلوة بالراس، يا ولد يا الله، جميلة كم كانت حلوة اللقطة الأخيرة. النهاية كانت المباراة الماضية اللي سجل من خلالها متروفيتش بعد عرضية أو تمريرة ساحرة بالمقاس من جهة وسهلة بعد ذلك من كوليبالي إلى الحارس المرتاح في مرمى بعد ذلك وهو ياسين بونو اللي عنده ارقام كبيره في تجربته مع نادي اشبيليا في اسبانيا. مع سيفيا حقق الكثير من الارقام حلوه. كاين على اليمين عرضيه بالراس، لكن عاليه وبعيده من متروفيتش. تمريره الرد نيفيز، عرضيه نحو القائم الثاني خطيره بالراس، نقطه ستكون نتيجه مقبوله خطيره الى مالكم، تسديده يا ولد مالكم، روعه. لسه اتكلم على تعادل سلبي لم يحدث. العمل كبير من متروفيتش في التحضير، الضربة ولا أروع. 1-0 للزعيم مالكم، رابع أهدافه في الموسم مالكم، هدف هلالي أول بعد 24 دقيقة. بعد ذلك إلى البليهي، ثم سهلة إلى حارس المرمى ياسين بونو. سهلة عند بونو، تقريبا بونو بدون أي اختبار على مرماه، تقريبا بونو مرتاح في الدقائق الماضية بدون فرص حقيقية، بدون خطورة على مرمى الحارس الدولي المغربي اللي عنده أرقام كبيرة للغاية. هائلة خطيرة، نيفيز من كرة تسديده، لكن خطيرة اتفاقية، تسديدة قوية وفرصة وكرة. تسلل على كويسون، يا لها من لقطة، يا لها من فرصة في منتهى الروعة في منتهى الخطورة لمصلحة الاتفاق، لكن ياسين بونو أكثر من كرة. شوفها مرة أخرى، التسديدة من حمدان خارج منطقة الجزاء لمصلحة بونو. ردة فعل رائعة من جانب بونو لتسديدة حمدان، وبعد ذلك ومالكم تسديدة، لكن الدفاع وكرة عالمي، ويحب الأهداف العالمية، التورنيدو ومن غيره. روعة يا سالم، جميلة يا سالم، كورة ولا أجمل ولا أروع، قذيفة رائعة. سالم يا عيني سالم يا عيني سالم. حمدان يبحث عن التمريرة، حمدان كرة أمامية حلوة خطيرة، لكن فيها البليهي كرة صعبة، لكن بونو ينجح في استعادتها، ثم رمية جانبية لمصلحة الهلال على جيرارد، ثم شوف هذا جيسوس يعتب على علي البليهي في إعادة توسيرة خاطئة من حارس المرمى إلى روبن نيفيز، لكن عودة إلى بونو، ياسين بونو. صفقات مدوية في العديد من الأماكن في العديد من الأندية هذا الموسم. الكرة تعود إلى بونو. من عناصر الاتفاق انتشار في مناطق الهلال في هذه الأثناء، يحافظ على كرته، ثم بعد ذلك إلى ياسين بونو، كرة عرضية نيفيز، عرضية خطيرة، لكن الدفاع كويسن يبحث عن مرور، عدى تسديدة لكنها بعيدة. الشراني كويكبي خطير، الكويكبي بهاري، الكويكبي بتمريرة، لكن الدفاع تدخل، خطيرة اتفاقية داخل منطقة ورأسية، لكنها بعيدة. بونو من مدافع جاي ميشائيل ياسر شاراني، عرضية لكنها سهلة، اتفاقية خطيرة، طلب الكرة من جانبي كويسن، عرضية لكنها سهلة في يد ياسين بونو. سالم الدوسري في مكان خطير، سالم يحاول يمر
تغطية دفاعية، لمسة تعود بجانب كوليبالي إلى ياسين بونو. هلالية بعرضية خطيرة وراسية لكنها في يد فيكتور، سهلة في يد باولو فيكتور، مرة أمامية بعيد عن الكل، سهلة في يد ياسين بونو، سهلة في يد ياسين بونو لكنها سهلة في يد ياسين بونو. ياسين بونو كأس عالم مذهلة للمغرب ككل وليس فقط لياسين بونو، كأس عالم مثيرة ومذهلة وتاريخية، وصول إلى نصف نهائي المونديال كان أمرا في غاية الروعة الجيل الذهبي المغربي في بطولة كأس العالم في قطر 2022. وبعد ذلك بالتأكيد أصبح لهذه الأسماء المغربية الحضور لافت في الأندية الأوروبية وطلب كبير على مستوى العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا. طبعا ياسين بونو حتى قبل تجربة المونديال أو نجاحه في المونديال كان مع فترة مع اشبيليا ناجحة للغاية بالنسبة لياسين بونو اللي كان أول حارس في تاريخ النادي يفوز بجائزة زامورا. هي فرصة هلالية، شراني بكرة عرضية بالراس لكنها محاولة اتفاقية في مكان خطير داخل منطقة الجزاء والتسديدة في منتهى الروعة لكنها بعيدة، خطيرة جميلة. الكويك بتهديد حقيقي اتفاقي أول تقريبا في شوط المباراة الثاني. الحل الفردي شوفها مرة أخرى من محمد الكويكبي، عدى هنا وتسديدة قوية لكنها كوليبالي. بونو مرة أخرى، علي الاتفاقية في هذه الأثناء تسديدة لكنها سهلة من الكويكبي. كرة كانت لمصلحة اليمنى خطيرة اتفاقية بكرة عرضية لكنها في يد بونو، سهلة في يد بونو، سهل الكرة الأخيرة في يد ياسين بونو. البريك الحمدان ناصر الدوس جيسوس في هذه الأثناء للبحث عن حلول بكرة عرضية داخل منطقة لكنها سهلة في يد ياسين بونو. يحب يصل إلى مباراة ثانية على التوالي بشباك نظيفة بالنسبة لياسين بونو. 2022 كان الموسم الأفضل في مسيرته مع سيفيا بالنسبة مع اشبيليا بالنسبة لياسين بونو.